السلام عليكم. ضيع فريق الرجاء الرياضي فرصة التتويج بلقب التاسع لمسابقة كأس العرش والمشاركة في مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي أمام فريق نهضة بركان اللي تتوج بلقب الكأس الثالثة في تاريخه والثانية تواليا، وضمن المشاركة في مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي. فشنو هما الأسباب اللي خلت الرجاء ما يفوز باللقب ويضيع فرصة المشاركة في الكأس الإفريقية؟ بقاو معنا حتى الآخر باش تعرفوا جميع التفاصيل. حسم نادي نهضة بركان لقب بطولة كأس العرش المغربي بعد فوزه على حساب منافسه الرجاء الرياضي بهدف مقابل لا شيء في مواجهة التي أقيمت على ملعب مولاي عبد الله بالرباط لاختفاء الفريق البرتقالي لقب الكأس للمرة الثالثة في تاريخه. ودخل الرجاء الرياضي المباراة بمحاولة السيطرة على وسط الميدان، وذلك بالاعتماد على التمريرات القصيرة من أجل الوصول إلى مرمى حارس الفريق البركاني الذي دخل المباراة متكتلا في الدفاع مع الاعتماد على الهجمات المرتدة والكرات الثابتة. نقطة التحول في مجريات المباراة جاءت في الدقيقة 27 بعد طرد الحكم بوسليم للاعب الرجاء مروان الهدودي اللي تدخل في حق يوسف الفحلي بتهور، ليضطر مدرب الرجاء الألماني زيمباور بعد ذلك لإخراج مهاجم سفيان بن جديدة وإقحام جمال حركاس من أجل خلق التوازن في خط دفاع الرجاء. واستؤنفت المباراة برغمة واضحة لبركان من أجل بلوغ مرمى أنس الزنيجي بالاعتماد على تحركات والتمريرات العرضية للظهير الأيسر حمزة المساوي دون تحقيق فرص واضحة للتسجيل، فيما لمع متوسط ميدان الرجاء الطوغولي أهولو وذلك بقطعه للعديد من الكرات وقيامه بقيادة العديد من الحملات الهجومية أمام دفاع نهضة بركان. وفي الشوط الثاني لم يرتفع إيقاع المباراة، حيث تواصلت الحيطة والحذر المبالغ فيه من الجانبين لتتواصل المواجهة وسط دعم جماهيري كبير لأنصار فريق الرجاء الرياضي، ليضطر لاعبو الرجاء لتجريب حظهم بالتسديد من بعيد مثلما قام به نوفل الزرهوني في الدقيقة 58، لكن كرته مرت عالية على مرمى بركان ولم تشهد باقي أطوار المباراة الكثير من الفرص التسجيل بعدما ظلت عناصر الفريقين تخشى التسرع ليغيب عنها التركيز وتنتهي المباراة بالتعادل السلبي. ومع انطلاق الشوط الإضافي الأول وعبر هجمة مرتدة وتحرك اللاعب يوسف الفحلي من الجهة اليمنى داخل منطقة الجزاء، تدخل اللاعب الرجاء بن تايك ليعلن الحكم بوسليم عن ركلة جزاء لبركان في الدقيقة 105 بعد العودة لتقنية الفار. نفذها يوسف ضايو بنجاح معلنا عن الهدف الأول لفريق البرتقالي. وفي الشوط الإضافي الثاني تراجع فريق بركان للوراء وطالب لاعب الرجاء بضربة جزاء بعد التدخل في حق اللاعب حمزة خابا، لكن الحكم لم يبدي أي اهتمام ليعلن عن نهاية المباراة النهائية بفوز بركان باللقب. واحتجت أغلب مكونات نادي الرجاء الرياضي من لاعبين وأطقم تقني وإداري في نهاية المباراة على أداء الحكم بوسليم بوصفه بالتحيز لفريق نهضة بركان، بحكم أن رئيس الشرفي للفريق هو فوزي القجع رئيس الجامعة الملكية المغربية. واعتبرت فعالية الرجاوية أن لقطة طرد اللاعب مروان الهدودي التي أثرت على الفريق بشكل كبير لطالما رأينا مثلها والتدخلات أكثر حدة منها في المسابقات المحلية، ولم يكن فيها حتى إشهار الورقة الصفراء، بالإضافة إلى عدم الرجوع إلى الفار للنظر في وجود ضربة جزاء من عدمه في لقطة اللاعب حمزة خابا، والتجنب طرد اللاعب بكر الهلالي بعد تدخله المتهور في حق بوزوق رغم وجود حالة تسلل. كما عبرت الجماهير الرجاوية في وسائل التواصل الاجتماعي على غضبها من المدرب الألماني بعد عدم توفقه في تدبير مجريات المباراة رغم الطرد في صفوف الفريق، بحيث لم يعتمد على حمزة خابا من بداية المباراة وهو الذي يعد أنجح مهاجم في الفريق هذا الموسم، بالإضافة إلى التغييرات الغير مفهومة بحيث خرج في الشوط الثاني بوزوق والزرهوني اللي ما قدموا ولا شيء يذكر في المباراة، ودخل لاعبي خط وسط دفاعي كامارا والوردي من أجل إغلاق وسط الميدان والحفاظ على نتيجة التعادل للوصول إلى ضربات الجزاء. لكن هدف بركان في الشوط الإضافي الأول أفشل مخططه ولم يجد ولا لاعب في الهجوم وعبر الأطراف بالخصوص من أجل الضغط على الخصم والعودة في المباراة. والكل يعرف المعاناة اللي عاشها فريق الرجاء في الهجوم هذا السنة، لذلك على الرئيس التحرك والتعاقد مع صانع ألعاب حقيقي وجناحين ورأس حربة من أجل اكتساب منظومة متوازنة بين الدفاع والوسط وخط الهجوم. إخوان شكرا على المشاهدة، ما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، وديروا جيم إلا عجبكم الفيديو. تهلاو.